اكتر حاجة ممكن تبوظ الدايت منك او تجيب لك احباط هو انك تحط تارجتس كبيرة ليك مرة واحدة. يعني مثلا لو وزنك 100، انا عايزة ابقى 60، ما ينفعش، هيجيلك احباط، هتزهق، هيجيلك ملل. افضل حاجة انك تحط لنفسك تارجت صغيرة في وقت معين، عشان لما تحققها هتتشجع جدا وهتكمل الخطوة اللي بعدها. يعني مثلا انا وزني 100، ان شاء الله بعد اسبوعين هوصل ل95، واشتغل على نفسي في الاسبوعين دول دايت، نظام غذائي صحي، رياضة. طب هو انا اصلا الصح المفروض انزل قد ايه في قد ايه؟ الصح هو علميا ان انا المفروض انزل 10% من وزني اول 6 شهور. يعني لو وزني 100، بعد 6 شهور اوصل 90. بس هو ده علميا وده الصح، عشان مرجعش اكسب وزن تاني بسهولة، وتاني 6 شهور من السنة اعمل فيهم تثبيت لوزني. وده تقريبا بيخلينا نفقد حوالي نص كيلو في الاسبوع، وده الصح وده المعدل الطبيعي والكويس اللي يخلينا ما نفقدش اي فيتامينز ومينرال في طريقنا، بل بالعكس احنا متبعين نظام غذائي صحي بيخلينا نعوض اي حاجة الجسم محتاجها. طيب هل ده بيحصل؟ بصراحة لا، مفيش حد عنده صبر ان هو يستنى ان يفقد بمعدل النص كيلو في الاسبوع ده او 10% من وزنه. اللي بيجي مثلا انا فاضل على فرحي شهر عايزه اخس 76 كيلو، انا ورايا مناسبه عايزه اخس 47 كيلو في اسبوعين، وارقام كده غريبه. بصراحه الشخص اللي بينساق ورا رغبات المريض، مش عايزه اقول مريض، ويسمع كلامه في انه ينزل له كيلوات كتيره في مده قليله، ده شخص غير مؤهل علميا. انت كده بتستغل ان المريض ما بيبقاش عارف، وبتستغل استعجاله في انك عايز تثبت له انك دكتور كويس جدا، في حين انك بتضره اصلا، ما بتنفعوش نهائي. المفروض تنزل وزنه في الوقت المفروض ينزل فيه من غير اي استعجال خالص، وما تحرموش من اي حاجة عشان ما يزهقش. شوية تغيير بس في العادات والسلوكيات الخاطئة اللي احنا كلنا بنعملها. تاني حاجة عايزة اتكلم فيها مهمة جدا هي عن الاطفال. الاطفال ما ينفعش نحرمهم ابدا ابدا من سعراتهم الحرارية حتى لو كان عندهم سمنة.